الاخوان كتعرفوا داك المثل اللي كيقول لك بان المغربي كموني حتى كتحكو عاد كتعطي ريحته. وراه هذا الشيء بالضبط اللي وقع الراس لافوكا. هذا الشيء هذا بالضبط اللي من بعد قصو حيط الراس ديالو كامل، ومن بعد ما كان ديما كيفكر شنو كيقول الجماهير وشنو دائما كيقول الصحافه وداك التخربيق كامل. هاد المره هادي تحد لي هاد الشيء هذا كامل. بزاف منكم كاين اللي غادي يكون سمع وكاين اللي ما غاديش يكون سمع بان الركراكي دار واحد الاجتماع من بعد مباراه مالي مع فوزي القجع وفتحي جمال المدير التقني ديال المنتخب المغربي. من بعد هذا الاجتماع هذا خرجوا بعض التقارير من طبيعه الحال كتقول بان الركراكي خرج ساخط من هذاك الاجتماع وجبدوا ليه ودنيه ديال بصح. هذا الشيء علاش بديت هذا الفيديو هذا، بان المغربي حتى كتحكم مزيان عاد كتعطي ريحته. ماشي غير هذا الشيء، بل هذا الاجتماع هذا فرضوا عليه بانه يدير تغييرات. وملي دار التغييرات شنو وقع سيادي؟ اللي وقع هو انه خرج بواحد المباراه اللي زوينه اللي شفنا فيها بزاف ديال الحوايج. نرجعوا للتشكيله اللي بدا بها راس لافوكا اليوم. تشكيله على الشكل الاتي: كاين ياسين بونو من طبيعه الحال في حراسه المرمى، كنلقاو على ان الظهير الايمن كنلقاو محمد الشيبي، اليسر كنلقاو مزراوي، بالنسبه لقلوب الدفاع كنلقاو كل من اكرد وماسينا، بالنسبه لوسط الميدان من طبيعه الحال اللي بزاف ديال المغاربه حقدوا على امرابط حتى هو حيدوا من وسط الميدان. وحتى انا كنت كنطالب ان نائل العناوي يكون في وسط الميدان ككاسور، يعني 6 من الاخر. وفعلا داك الشيء اللي كان. جينا عاوتاني نشوف وسط الميدان شنو دار فيه. دخل فيه أناحي والصيباري جنبو كيلعبوا بوكس تو بوكس. بالنسبه للاجنحه كنشوفوا كل من دياز، وفي الجناح الايسر كنشوفوا بانه دخل الزلزولي اليوم. الزلزولي من طبيعه الحال اللي كنا كنطالبوا به من بدايه الكان، كنا كنطالبوا بالزلزولي. علاش؟ لان دائما كيلعب في الجناح الايمن كيدخل لنا الصيباري الا جيتي تشوف كيفاش التكوين ديالو وكيفاش كيلعب في الفريق ديالو كنلقاو على انه اغلبيه دائما كيلعب وراء المهاجم، يعني كيلعب لك في وسط الميدان وكيدفع الكره دائما للوسط ديال الميدان بدل ما انه يدخل من الباندا. دائما كنشوفوا على انه كيدخل من وسط الميدان، يعني من المنطقه 14. من الاخر هاد التغييرات هادو البسيطه اللي دار لقينا على ان الفرقه كان خاصها غير بعض التغييرات، وكل لاعب نحطوه في المركز ديالو باش يعطينا داكشي اللي كنا كنتسناو. وبالفعل داكشي اللي كان. اليوم الزلزولي شد الباندا من طبيعه الحال، الجناح الايسر عذب لينا من طبيعه الحال المدافعين ديال زامبيا. ابراهيم دياز حتى هو خرج بواحد المباراه اللي اللهم بارك وزيد في ذلك. داك السيد خرج واحد المباراه اللي تاريخيه، بل انه حاليا واصل ل3 ديال البيوتا في كل مباراه سجل لنا بيت. بالرغم من الانتقادات اللي كنا كننتقدوه، ولكن اليوم برهن لينا بانه لاعب اللي كبير ولاعب اللي عالمي. وملي كتجي انت كلاعب كتلعب في ريال مدريد فراه اكون متاكد بانه حتى شي واحد ما غادي يعقل عليك، وحتى شي واحد ما غادي ينتقدك غير هكاك، ما عدا الا ما كنتيش كتعطي داكشي اللي كنا كنتسناو منك. وبالفعل داكشي اللي كان. الا جينا نشوفوا اليوم من طبيعه الحال حتى الكعبي بين على البلاصه ديالو، حتى الكعبي يعني فرض راسو براسو وبين على انه هو المهاجم الاول للمنتخب المغربي حاليا. 2 ماتشات كيدخل كيماركي، وحتى اليوم ماركا لينا 2 ديال البيوتا. من هذا الشيء هذا كامل اليوم كنشوفوا على ان الفريق ديالنا الوطني من طبيعه الحال قدم واحد المباراه اللي كبيره. شفنا على ان بزاف ديال الحوايج تبدلات، شفنا على ان الكره بدات كتلعب، وشفنا على انه كاين واحد المترابطات وكاين واحد المثلثات اللي كتلعب كره بهم وكنوصلوا المرمى ديال الخصم ديالنا. ماشي غير هذا الشيء، بل حتى نائل العناوي من بعد ما جا في البلاصه ديال امرابط بين على انه لاعب اللي مزيان، لاعب اللي كيعرف كيفاش يبني لك اللعب، لاعب اللي كيدفع الكره لقدام على غرار امرابط من طبيعه الحال اللي دائما غير كنشوف امرابط كنعرف بانه غادي يشد الكره غير يرجعها لبونو. هذا الشيء ولينا عارفينه على امرابط غادي تدخلو الا كنتي لاعب ضد واحد الفريق اللي كبر منك، واحد الفريق اللي عنده نجوم كبر منك. من الاخر امرابط غادي تلعب به. الا كنتي لاعب ضد اسبانيا، كنتي لاعب ضد البرازيل، كنتي لاعب ضد فرق اللي كبيره كتلعب الهجوم، ولا واحد الفريق اللي بحالك بحاله تقريبا، يعني حتى هو عنده نجوم كبار وعنده واحد النجوم اللي كتلعب يعني في واحد الانديه اللي كبيره. هادشي اللي غادي يخليك انك تلعب بامرابط. من طبيعه الحال هادشي هذا ملي كنجيو وكنخرجوا وكنقولوه شنو كنتلقاو بزاف ديال الانتقادات. كاين اللي كيقول لك بان الركراكي عارف اش كيدير، لاص لافوكا خلاص اي حاجه جيتي قلتيها ليه ولا جيتي هضرتي فيها ولا كيقول لك راك غير كتخربق.
يعني من الاخر هاد الشيء هذا اليوم شفنا الخلاصه ديال انه اي واحد قصح راسو باننا حنايا ما كنفهموش في كره هو اللي كيفهم في كره. اليوم اللي دار داكشي اللي خصو يدار شفتوا النتيجه، بالرغم من انه كاين مشاكل وبالرغم من انه الدفاع ديالنا انا مازال كنقول بان الدفاع ديالنا راه تقبه، راه كاينه مشكله في الدفاع، وبان الدفاع ديالنا راه انا ما مامنش ليه نهائيا، ومازال غادي نرجع لهذا الفيديو هذا من بعد في الادوار المتقدمه ان شاء الله. دونك حتى لهنا المباراه ديال اليوم كانت مباراه اللي مزيانه. كتبوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير لتحت، شنو بان لكم في التغييرات هادو اللي دار راس لافوكا اليوم؟ واش كتشوفوا بانهم تغييرات اللي كانت مناسبه وكانوا بزاف منكم كينتظروها؟ الاراء ديالكم كتبوها لي في لي كومونتير لتحت. واهم حاجه اخواني انكم ديروا لنا واحد سبسكرايب باش تبقاو توصلوا باي جديد ديال الفيديوهات ديالنا، كومونتير يكون زوين من طبيعه الحال، اهم حاجه دير لايك وبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك باش القناه ديالنا الصغيره تزيد تكبر بكم.